يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشواره في دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، وحقق نادي الزمالك الفوز في أول 3 مباريات وتصدر المجموعة ليضع قدما في ربع نهائي الكونفدرالية. وسيلتقي نادي الزمالك في المباراة القادمة مع فريق سجراد الأنغولي ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية يوم الأربعاء القادم 20 ديسمبر في 6 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت السعودية وقطر. وستقام المباراة في العاصمة الأنجولية، وستذاع المباراة عبر قناة BN سبورت القطرية. ويدخل نادي الزمالك المباراة القادمة متصدرا ترتيب المجموعة ب9 نقاط كاملة بعد الفوز في أول 3 مباريات في دور المجموعات، بينما يتواجد فريق سجرادة في المركز الثالث ب3 نقاط. وسيخوض نادي الزمالك مباراة الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية أمام فريق أبو سليم الليبي يوم الأحد الموافق 25 من شهر فبراير القادم، وستقام المباراة في الجزائر. ولن يخوض نادي الزمالك سوى مباراة واحدة خلال شهر يناير القادم أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة ال11 لبطولة الدوري المصري بسبب فترة التوقف الدولي لخوض منتخب مصر الأول بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقرر إقامتها في كوت ديفوار. ويحتاج نادي الزمالك للفوز أو التعادل في المباراة القادمة أمام سجرادة لضمان الصعود إلى ربع نهائي الكونفدرالية، حيث في حالة فوز نادي الزمالك سيتأهل رسميا متصدرا المجموعة بعد وصوله للنقطة 12 بحثا عن تحقيق اللقب الثاني في تاريخه.